الف مبروك. الله يبارك فيك. اوسكار عوده الماموس النهارده في العرض الخاص، عايزاكي بقى تكلميني عن التجربه الخطيره دي. تجربه محمسه ومخيفه وريسكي قوي، ومتحمسه جدا جدا ان الناس تتفرج على الفيلم ومستنيه اراء الناس ان شاء الله يعجبنا. حناتي قدمتي ادوار كتير ما شاء الله، قدمتي البنت الشعبيه، وقدمتي البنت المحجبه الملتزمه، وقدمتي البنت المدلعه قوي اللي بتعمل بلاوي. ايه المختلف المره دي في الدور ده؟ دكتوره اروى باحثه ودكتوره وبتراعي الحيوانات وبتحبها جدا، وده في حد ذاته مختلف. طيب اشتغلتي على الدور ازاي؟ تقريبا خدت طب بيطري غالبا يعني. فكره ان انت تمثلي والحاجه مش قدامك لان كله صعبه جدا، وفي الاول ما بتبقيش فاهمه قوي، بس بعد كده بتتعودي وبيبقى خلاص يعني كانك متعوده. يعني اصعب مشهد مر عليكي ولما شفتيه في المونتاج قلتي لا بصراحه كان يستاهل؟ ما اقدرش اقول ايه اصعب مشهد عشان مش عايزه احرق، عشان هو في حته معينه من الفيلم، بس غير كده كله كان لذيذ يعني، انبسطت. لو الفيلم بقى حقيقه والماموث رجع رد فعلك؟ انا متعوده عليه خلاص، فحاسه انه تمام. هتعامل عادي. ايوه. ايه الحيوان اللي انت حابه تربيه؟ كلاب طبعا، غير كده الفيل اكيد. مين الفنان اللي من كتر حبه للحيوانات عامه تحسي ان لو الماموث رجع فعلا هيجيبه يربيه عنده في البيت عادي؟ مش عارفه، عشان الماموث برده مش حاجه سهله ومش هيدخل جوه البيت اساسا مبدئيا، حد عنده قصر، حد عنده سقف 6 متر بس. مين اكتر حد كان مشاغب في الكواليس؟ ثروت. مين اكتر حد كان ملتزم؟ وكله بما فيهم ثروت برده ملتزم جدا. انت ايه اكتر حاجه كنت بتعمليها في الكواليس؟ بنهزر والله يعني، بناكل.